بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضرتك. لما يكون في امر تسبب في الاضرار بالناس، تسبب في غضب واحتقان الناس، تسبب في زيادة اعباء على الناس اكتر من الاعباء اللي هم اوريدي عايشين فيها، وفي خضم كل الحاجات دي يطلع حد يستظرف او يستخف دمه ويقول كلام غريب عن الامر ده اللي هو المفروض استفز الناس واضر بيهم بشكل او باخر، ويحاول ان هو يفهم الناس ان الامر ده اتعمل لمصلحتهم باسلوب في نوع كده من السخرية او نوع من استخفاف بالناس او اظهار خفة الدم يعني. فالموضوع ده اعتقد ان هو بيزيد من حالة الغضب، ما بيقللهاش، لان الناس في الحالة دي بتحس ان الناس اللي بتطلع تتكلم وتقول اي كلام مش حاسين بمعاناتهم، ولا حاسين بالآلام اللي هم فيها، ولا حاسين بالاوضاع اللي هم عايشينها ومكويين بنارها. في تصريح منسوب للأستاذ أحمد موسى اللي هو ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة ده، زي ما حضراتكم شايفين. المفروض ان هو بيقول وفقا لهذا التصريح: زيادة البنزين جاية في صالح المواطن المصري عشان ما يلفش بالعربية في الشارع كتير ويتأخر بره البيت ويروح بدري لمراته وعياله. الكلام ده المفروض ان هو منسوب للأستاذ أحمد موسى، وإذا كان هذا الكلام حقيقي، أنا طبعا البوست ده شفته كتير موجود، ولكن أنا شخصيا ما سمعتوش بنفسي، ولكن هو ده أسلوب الأستاذ أحمد موسى. هو معتاد إن هو في أوقات الأزمات ممكن يطلع ويتكلم بشكل كده في نوع زي ما أنا قلت كده من الاستظراف أو الاستخفاف. الحاجة دي إحنا معتادينها منه، وبالتالي أنا ممكن أصدق إن هو يقول حاجة زي كده. بتبقى أزمة وبيبقى وضع سيء ويبقى فيه أعباء بتضاف على كاهل المواطن، ونلاقي الأستاذ أحمد ممكن طالع بيتكلم بطريقته ووشه عليه ابتسامة كده، وممكن يقول كلام من هذا القبيل. طيب، هل الكلام ده ينفع يتقال في ظل هذه الظروف؟ لو احنا مثلا بنتكلم عن ظروف تستحمل التهريج أو الهزار هنقول مش مشكلة. لو حاجة تستحمل التهريج والهزار، حاجة كده مثلا احتفالية مش عارف ايه الكلام ده كله. ولكن لما نيجي في امر زي ده، امر ارتفاع اسعار المحروقات البنزين والسولار والحاجات دي كلها، زي ما انا قلت اللي هو استتبع بالفعل غلاء العديد والعديد من السلع، ويطلع الاستاذ احمد المفروض ان هو اعلامي وشغال في منصة كبيرة، والمفروض ان هو يشعر، بقول المفروض يشعر بالناس وبآلام الناس ومعاناة الناس، وحتى يمتص غضب الناس. دوره برضو كإعلامي ان هو يطلع يتكلم مع الناس ويمتص غضبهم لو كان في حالة من الغضب. هل ينفع اللي احنا نطلع نقول كده؟ اللي احنا نستخف بأمر ما ينفعش الاستخفاف بيه؟ احنا بنتكلم على كوارث اهي بتلاحق الناس، وارتفاع اسعار متزايد. النهارده السلع تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء وفوق البنفسجيه وتحت الحمراء، حدثوا ولا حرج. الاسعار عندنا في مصر اصبحت فوق طاقه الجميع، وفي ناس كتير جدا حتى اللي مكمل لغايه النهارده، لو كان في عنده زي بيتقال كده بحبوحه من الرزق قبل كده، النهارده بقى عايش على حد الكفاف. وفي ناس كتير جدا جدا وقعوا خلاص ما عادوش قادرين يتحملوا الحياة ولا عارفين يعملوا فيها ايه، وماشيه بالبركة كده. وبنشوف الناس اللي بتنط من فوق الكباري وبتشنق نفسها تحت الكباري والكلام الجميل ده كله. ربنا يعافينا جميعا يا رب، ويرحم الناس كلها من هذا الغلاء. هل ينفع في وسط او في خضم كل هذا الخراب المستعجل نطلع ونهزر؟ هل ده
وقته اللي احنا نطلع ونهرج؟ يعني هل انت المفروض دلوقتي بتمتص حالة الغضب اللي عند الناس ولا بتأججها وبتزودها؟ انت كده بدل ما تحط المية على النار حطيت البنزين على النار. لما يكون في انسان يا جماعة، وانا قلت الكلام ده قبل كده، المفروض نختار هنقول ايه وامتى. التوقيت مهم جدا، وكل وقت وله كلام معين يتقال فيه. ما ينفعش يبقى في انسان عنده حالة من الغضب العارم واجي انا اقوم مكلمه في نفس الموضوع اللي هو غضبان بسببه، وكمان بشكل ساخر. ده يعني ممكن يخلص عليا. لكن بنستنى اما الانسان يهدى، الانسان خلاص حالة الثورة العارمة اللي عنده دي بتقل، ونبدأ بعد كده اللي احنا نتكلم معاه ونحاول نناقشه كمان من غير تهكم. الموضوع كارثة ومصيبة سوداء لا تتحمل الهزار. احنا في وضع اقتصادي سيء جدا لا يتحمل ان حد يطلع يهرج، واللي عاوز يهرج يا ريت يهرج بعيد عنا، لان الناس مش ناقصه. اللي عاوز يهرج في الموضوع ده يطلع يهرج بعيد عنا، لان الناس فعلا مش ناقصه حرفيا، والجميع يعلم هذا على فكره على كافه المستويات. فبدل ما نطلع نهدي الناس، نطلع نتكلم بهذا الاسلوب الساخر اللي يعني لا يودي ولا يجيب. هو الموضوع هين اول الدرجه دي؟ الموضوع سهل؟ هل الموضوع مثلا في نقص في البنزين او السولار، او ان الاعباء الاقتصاديه اللي على كاهل الناس خلاص بدات انها تخف، فنبدا بقى نهرج ونفرح بقى ونحتفل بقى ان خلاص الاعباء اللي كانت علينا الاسعار نزلت، والدولار احنا ما عدناش محتاجينه وسعره نزل والجنيه قيمته ارتفعت والحياه بقت زبادي في الخلاط؟ ففي الوقت ده بقى ممكن نضحك ونهرج وننبسط والكلام ده كله، لان في حاله جو من السعاده المفروض، فاحنا ممكن نضحك ونهرج ونسف ونتكلم ونعمل كل حاجه. ولكن في الاوقات المظلمه اللي زي كده ما ينفعش تهريج، ما ينفعش استظراف، ما ينفعش استخفاف للدم يا جماعه، ما ينفعش استخفاف بالناس. يعني انا والله مش قادر افهم، يعني انتوا عاوزين توصلوا الناس لغايه فين؟ يعني عايزين توصلوا لغايه فين؟ هم وصلوا خلاص، الناس وصلت اصلا خلاص. فهل في حاجه تانية انتوا عاوزين توصلوا الناس ليها؟ الله اعلم. انا شايف ان الكلام ده، ومره تانية تاكد اذا كان قيل بالفعل، ولو حد عنده يا ريت فيديو يجيبه لنا، يعني يبقى كلام غلط 100%. لو الكلام ده ما اتقالش يبقى خلاص، يعني نتمنى ان هو ما يحصلش. ولكن زي ما انا قلت الكلام موجود ومنتشر بشكل كبير جدا، العبارات دي موجودة ومنتشرة، منصات كتيرة جدا ومنصات معروفة نشرها، وبالتالي طلعت لنا عشان اعقب. زي ما انا اقول مرة تانية، اذا كان هذا الكلام قد صدر من الاستاذ احمد فيجب ان هو يراجع نفسه، لان الكلام ده ما ينفعش يتقال في هذه الظروف الحالكة، في هذه الظروف المظلمة، في هذه الظروف المطينة بطين، المهببة بهباب، المتزفتة بزفت. ولو ما كانش اتقال يبقى خلاص، ونتمنى انه ما يتقالش. كلنا بنتمنى الخير لوطننا ولشعبنا، ونتمنى ان الظروف الاقتصادية الصعبة دي تعدي على خير، وده اللي كلنا اكيد بنأمله، لان زي ما انا قلت ده وطننا، ويعني المركب اللي احنا كلنا راكبينها، ونتمنى انها تفضل عايمة بينا وتصل بينا الى بر الامان. الكلام ده مش كلام انشا، ولكن ده كلام حقيقي. الوطن ده زي مركب كبير احنا كلنا راكبين فيه، لا قدر الله اذا الوطن ده غرق كلنا نغرق. الوطن عام ووصل الى بر الامان كلنا هنصل الى بر الامان، ومفيش اتنين يختلفوا على كده. كلنا مع بلدنا، كلنا بندعم وطننا، ولكن نتمنى ان يكون في تخطيط افضل، يكون في سياسات افضل، عشان نخرج بره الدايرة السوداء اللي احنا فيها دي. احنا في دايرة بنلف فيها بقالنا فترة طويلة جدا، دايرة خانقة، دايرة يعني اتت على الاخضر واليابس وتسببت في الاضرار الرهيب بالناس. فنتمنى ان احنا نخرج بره الدايرة دي، نروح دايرة تانية بقى. يا ريت يعني خلاص احنا شبعنا من الدايرة دي، مش عاوزينها خلاص. نروح دايرة، نروح مربع، نروح مثلث، المهم ان احنا نخرج بره الدايرة المطينة دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.